نرجع تاني مع بعض، وهبدأ بخبر شيكابالا. يوم الجمعة اللي فاتت بعد صلاة الجمعة جالي تليفون من أحد المسؤولين في نادي المريخ السوداني، أو أحد المسؤولين السودانيين. انتوا عارفين انا كنت في السودان الاسبوع اللي فات، وكنت مدعو من الاستاذ جمال الوالي رئيس نادي المريخ في حفل تكريم وماتش الاهلي والمريخ، فعلاقتي كويسه جدا بالمسؤولين في نادي المريخ السوداني. جالي تليفون ان يا كريم الاستاذ جمال الوالي عايز شيكابالا، عايز يتعاقد مع شيكابالا، نجيب شيكابالا ازاي؟ المهم اديتهم رقم تليفون شيكابالا، واديتهم رقم تليفون احد اصدقاء شيكابالا، واديتهم رقم تليفون سمير عبد التواب وكيل اعمال شيكابالا. ايه يا جماعه عايزين ايه؟ اللي احنا عايزين نشتري شيكابالا بس ناخده اعاره لمده 6 شهور، يعني يلعب في نادي المريخ السوداني لمده 6 شهور بالمقابل اللي نادي الزمالك عايزه والمقابل اللي شيكابالا عايزه. يعني هم هناك متمسكين ان هم ياخدوا شيكابالا 6 شهور. انتوا عارفين هناك الدوري في السودان دلوقتي متوقف، الدور الاول خلص والدور الثاني هيبدا 1/7 لغايه شهر 12. يعني عايزين يتعاقدوا مع شيكابالا او ياخدوه اعاره من نادي الزمالك لمده 6 شهور. فاديتهم رقم شيكابالا، واديتهم رقم صديق شيكابالا، ورقم سمير عبد التواب وكيل شيكابالا، عشان يعني يتوصلوا لشيكابالا من خلال اصدقاء، او لو شيكابالا نفسه ما ردش. فقالوا لي يا كريم بس ما تقولش ايه اي حاجه وكده، يعني عشان الحاجات تبقى سريه يعني. فقلت لهم لا خلاص مش هقول حاجه والكلام ده. لكن النهارده صحيت الصبح قريت على المواقع المصريه والمواقع السودانيه ان الصحافه هناك في السودان عرفت الخبر. صحيفه اسمها جون في السودان يعني نشره ان في مفاوضات ما بين المريخ والزمالك عشان شيكابالا. فقلت يعني كلمت الناس في السودانيين يعني مسؤولين في نادي المريخ واستأذنتهم، قلت يا جماعه معلش الخبر اتقال فلازم اقوله، وهقوله بالتفاصيل اللي انا المعلومه عندي ومش هقدر اخبي ادام الموضوع خلاص اتقال يعني. فنادي المريخ بعد صلاه الجمعه بالظبط يوم الجمعه اللي فاتت اتصلوا وطلبوا رقم شيكابالا، واتصل احد المسؤولين برضه بدكتور عبد الله جورج سعد رئيس لجنه التعاقدات في نادي الزمالك. قالوا له عايزين شيكابالا، والاستاذ جمال الوالي وفي نادي المريخ مهتم جدا بالتعاقد مع شيكابالا لمده 6 شهور على سبيل الاعاره عشان يلعب معاهم الدور الثاني. وخلي بالكم نادي المريخ هناك متصدر الدوري، متقدم على نادي الهلال ب5 نقاط، المريخ يعني فارق عن الهلال ب5 نقاط. النادي المريخ في المركز الاول، اهلي شندي في المركز الثاني، والمركز الثالث نادي الهلال السوداني. لكن دكتور عبد الله جورج سعد اعتذر للمسؤولين في نادي المريخ، قال لهم احنا ما بنفكرش نعير شيكابالا، ما بنفكرش نعير شيكابالا، يعني لو عايزين شيكابالا ممكن بيع وشراء وبمقابل مالي كبير حوالي 4 مليون جنيه. وفي نفس الوقت برضو ان المسؤولين في نادي المريخ اتصلوا متأخر. ليه متأخر؟ ان القيد هيقفل بكرة في السودان، بكرة 4 مليون يورو، سوري مش 4 مليون جنيه. القيد هيقفل في السودان بكره، يعني اخر يوم لقيد لاعبين جدد في قوائم الانديه السودانيه وفي الاتحاد السوداني لكره القدم بكره. فصعب جدا طبعا ان يعني تتم الموضوع في 24 ساعه وان شيكابالا يروح المريخ السوداني. فالدكتور عبد الله رفض انتقال شيكابالا على سبيل الاعاره، وقال ان الاستاذ ممدوح عباس متمسك بشيكابالا في الفتره القادمه مع نادي الزمالك. ده بالظبط اللي حصل ما بين نادي المريخ السوداني والدكتور عبد الله جورج سعد، واللي حصل معايا او الناس اللي كلمتني ان هم مهتمين جدا بالتعاقد مع شيكابالا على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. طيب يعني الزمالك رافض ان هو يودي اعاره، يودي شيكابالا اعاره. الجزء الثاني، شيكابالا عنده عرض دلوقتي من احدى فرق الدوري التركي الممتاز مقابل 2 مليون يورو وشويه، مش عارف الرقم بالظبط يعني. في تركيا عايزين شيكابالا، احدى الانديه بيقولوا غازي عنتب او نادي جازنتاب اللي هو في تركيا، ولكن انا يعني ده الكلام اتقال، بس انا عارف ان احد الانديه التركيه طالب شيكابالا من نادي الزمالك مقابل 2 مليون يورو وشويه. الزمالك عايز 4 مليون يورو عشان يوافق على بيع شيكابالا. الزمالك ما عندوش مبدأ الإعارة تاني ان هو يعير شيكابالا، الزمالك عايز يبيع شيكابالا برقم كبير، او يعني شيكابالا يكمل او يتمسك بشيكابالا. لو ما جابش رقم كبير شيكابالا هيكمل مع نادي الزمالك. وخلي بالكم برضه ان الاستاذ ممدوح عباس زي ما قلت قبل كده ان هو متمسك بشيكابالا جدا يكون موجود في نادي الزمالك، ان برضه هتعتبر ورقه انتخابيه للاستاذ ممدوح عباس لو هينزل الانتخابات في الفتره الجايه، الانتخابات القادمه لنادي الزمالك. يعني شيكابالا دلوقتي عنده عرض من احدى الفرق التركيه والناس عايزين يدفعوا 2 مليون يورو،
ونادي الزمالك عايز 4 مليون يورو مقابل البيع والشراء، مفيش نيه الاعاره، ولسه المفاوضات مستمره مع المسؤولين.